السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة أكاديمية عواد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في الفيديو ده عن تحذير مهم جدا جدا وعن بعض الفرص للمراقبة وليس توصية للشراء أو للبيع. تعالوا مبدئيا نتكلم في التحذير هو أن السوق حاليا عند 17900 نقطة، ودي منطقة تاريخية ووجب التحذير لارتفاع مخاطرة السوق لأنها منطقة مهمة جدا. السوق حاول يخترقها ولم يستطيع أكثر من مرة، لذا ممكن يحصل تصحيح ونزول للسوق في أي وقت. طيب نعمل إيه؟ المفروض في هذا التوقيت يبقى فيه كاش بره المحفظة 50%، 60% من المحفظة يبقى كاش بره، بحيث لما السوق ينزل ويصحح نشتري الأسهم بأسعار جيدة، ونشتري لما السوق يكون قابل للارتداد في أي وقت. طيب ايه الفرص اللي انا جاي اقولها لحضراتكم؟ الفرص دي للمراقبة فقط، لأنها أسعارها جيدة وممكن تنزل، وممكن أسعارها تبقى جيدة أكتر لما السوق يصحح ولما السوق ينزل. أنا جاي أقول لحضراتكم سهم زي سهم طاقة، هو حاليا عند 8 جنيه 90 قرش. أنا جاي أقول لحضراتكم ليه سهم طاقة سعره كويس، لأن السعر ده 8 جنيه 90 قرش ده سعر الصفقة اللي تمت عليه في أول طرح شركة طاقة في البورصة المصرية. ده التالية هي شركة إيجاز أو سهم إيجاز أو سهم غاز مصر. هو حاليا بيتداول عند 30 جنيه وهو حاليا في مرحلة تجميع، بالإضافة إن شاء الله بعد في خلال فترة وجيزة هيتم الإعلام عن نتائج الأعمال، بالإضافة أيضا لارتفاع سعر الغاز عالميا. دي كانت فرص أنا كنت حابب أقولها لحضراتكم للمراقبة فقط وليس توصية للبيع أو للشراء. أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، وأتمنى الاشتراك في قناة أكاديمية عواد، وأتمنى الانضمام إلى جروب الفيسبوك البورصة في أكاديمية عواد. أسيب لحضراتكم لينك الجروب في أول كومنت. وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة أكاديمية عواد. شكرا جدا لكم.